سجلوا قريب هيخلصوا على النديب ومرتضى منصور. يعتبر الراجل ده بينتحر عشان الزمالك وفي الاخر بيتشتم هو ومراته وعياله وعيال عياله، كل الناس بتشتم وقله ادب وقذاره وحقاره. الاهلي بقى له سنتين ما بياخدش بطوله، ما بياخدش بطوله سنتين كاملين، وانت دايس يد وطايره وسله وقدم وعامل كل حاجه، خسران من المترجي وخسران من غيره وخسران من الدنيا بحالها، والدنيا كلها حاطه عليه. حد شتم الخطيب؟ حد غلط في الخطيب؟ حد قال ادب على الخطيب؟ ما حدش جرأ يغلط في الخطيب. مش عايز اعمل فيس ولا عايز كوره ولا عايز اشجع كوره تاني. الاهلي لما اتشال رئيس ناديه اتشال وزير ورجع رئيس ناديه وعلى حق. سجلي يا فندم، مش بعد تسجيل. قريب الزمالك هيدمروه، الجمهور اللي بيدمروا بايديه، الجمهور اللي بيدمر الزمالك. قالوا له في اللايف دلوقتي، قالوا له يا ريس، قالوا له يا ريس ايه؟ اتسحب من الصور وانت رئيس تاريخي واحنا وراك. تاني يوم شتموه، تاني يوم شتموه. هم قالوا له اطلع الفيفا ولا هو اللي قال من نفسه رايح الفيفا؟ احترم نفسك يا عم بقى وتسكت بقى، ما تسكت بقى اهو. قدم للفيفا، هيشيلوه وهيعزلوه وهيسجنوه وهيجيبوا لك لجنه وهتخرب النادي. ولو فيكوا راجل يقرب من النادي ويقول لهم مش عاجبني، ما فيش حد هيضرب. هم رجاله على مرتضى، نسوانه على غيره. 10 سنين نادي بيتخرب، بتنام بالليل تصحى الصبح، تلاقي رئيس نادي وما تنطقش. الظهر رئيس نادي وما تنطقش. انت راجل بس على مرتضى، انما غيره نتايه. انا كنت هنا في مش كل الجمهور طبعا، بعض الجمهور محدش كان قادر يجي جنب النادي. زي المختلط دونجا العالمي، دونجا ما اعرفش جاب دونجا واحد. خالد ايه وقفت ايه يا عم؟ انا يا عم لا عايز فيس ولا عايز كوره ولا عايز زمالك ولا عايز، انا هيجي لي جلطه. سجلوا يا حبيبي، سجلوا يا عم بحبكم. سجلوا قريب هيخلصوا على النديب ومرتضى منصور. يعتبر الراجل ده بينتحر عشان الزمالك وفي الاخر بيتشتم هو ومراته وعياله وعيال عياله، كل الناس بتشتم وقله ادب وقذاره وحقاره. الاهلي بقى له سنتين ما بياخدش بطوله، ما بياخدش بطوله سنتين كاملين، وانت دايس يد وطايره وسله وقدم وعامل كل حاجه، خسران من المترجي وخسران من غيره وخسران من الدنيا بحالها، والدنيا كلها حاطه عليه. حد شتم الخطيب؟ حد غلط في الخطيب؟ حد قال ادب على الخطيب؟ ما حدش جرأ يغلط في الخطيب. مرتضى منصور 14 بطوله، انا هوريكم ورق من اول مره هطلعه، اكتر من 100 بطوله في ال7 سنين بتوع مرتضى منصور. ولما مرتضى منصور يعدي سنه كبيسه حصل فيها اللي حصل، كل يوم نشتمه، نشتم امير ومراته واحمد ومراته، ونشتم مرات مرتضى منصور وعيال مرتضى منصور وسبوب وما اعرفش ايه. وهو اي عيل بيكلم الفلوس اللي عند مرتضى منصور لو وقف عليها هيطلع البرج. انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم كلام قله ادب وحقاره، مسخره. هيضيعوا النادي، اقسم بالله هيضيعوا النادي، اقسم بالله هيضيعوا النادي. عاملين الرجاله على مرتضى منصور يقول لك اصل ما اعرفش ايه. طب ما الزمالك اتدمر 50 مره مع غير مرتضى منصور، عملت ايه؟ عمرو حسين ما قتلش دمر النادي، عملتوا ايه؟ محدش فيهم ناطق. يقول لك اصلها مسؤوليه جنائيه، جنائيه ولا مش جنائيه؟ انت حتى قلت حق الراجل الغلبان اللي مات ده ضربكم بالنار، خدتوا الراجل ومشيتوا، خدتوا القتيل ومشيتوا، ما نطقتوش. ومرتضى اللي بيقول احلام الجماهير على راس الجماهير، جذبه الجماهير، لا نشتمها. احنا كده سعاده الجماهير، احنا كده. اسمع الكلام. ودولتنا، انا والله العظيم اقسم بالله عاشق للسيسي، عاشق ليه بجد. هو الدوله دي عايزه انضباط. احنا شعب لما بيفكلوا السكه بيولع في كله وبيدمر، احنا بنهد الشعب كله طبعا، مجموعه او المعظم او الا ما رحم ربي، عشان ما يقولوش ده كله اجنده وبيشتم في الناس كلها. احنا كده، احنا لازم كده. تفهموا اللي بيحترمنا او الكويس بتتنفذ. معانا جماهير الزمالك دخل. انا سؤال، مؤامره قطريه. جماهير دخلت النادي كلها يا حاج حسن، جماهير دخلت النادي كلها. جابته منين؟ دخلوا امتى؟ خدها من قطر مع مرتضى على منصور. صادق. شوف على كان في صادق حد يقول في يقدر يخش الجزيره كان بيخش الباشا والباشا التانيين كانوا بيرقصوا في المدرجات ويعدوا فلوس بالبنا. صح يا حاج سيد؟ سيد قطب وكل رموز اخوانيه وضد الدوله واطراف. اهلي بيحارب، كله ضد الدوله، بيحارب عامل اخوان، الدوله، بيحارب دنيا سوداء وبيحارب مشاكل وبيحارب قله ادب وبيحارب مسخره، بيحارب. انا مش عارف، انا منهار على
انهار ولا مش كده انهار. انا مش طايق نفسي، مش هشجع كوره تاني. النادي المنافس ليك مرتضى ما بهزرش، مرتضى منصور بينتحر، مرتضى منصور ضيع نفسه عشان الزمالك، مع ان انت لو مكانه او انت مكانه او انت مكانه انا اروح اقعد في مارينا يا باشا في فيلتي واعيش ملك. واعلن ان انا هتحبس بعد ما ادي ورقه للفيفا. الكوره في ملعب الجماهير الجبان، جماهير الجبانه كيوت وقفوا في ظهر الراجل ده قال لك هتحبس، انتوا عايزين الفيفا بعت للفيفا، انتوا عملتوا ايه؟ ولا حاجه. جمهور جبان لازم يتحرك كله ويدعم الراجل ده عشان مسؤولين الدوله تعرف ان ورا مرتضى ظهير جماهيري بيحميه. عمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، قولوا لي انت عملتوا ايه؟ ولا حاجه. جمهور خواب. عملوا ايه؟ بيشتموه. جابوا من قلب النادي الاهلي. ماجي حسن في عم حسن بيشتموه كمان. ايه اللي عملوا؟ شتموه هنوه، قال له اداهم عليه. جاب لكم عبد الله السعيد. انا بس حسن سيح لساده جوده. حصلت امتى حد جاب من الاهلي نجم زي عبد الله السعيد؟ مفيش يا بيه. طب حد عرف يجيب من حد عرف يجيب بواب في النادي الاهلي يتعاقد معاه؟ حد عرف؟ انت اللي كنت عامل زي عيشه الفراخ، لما يحبوا ياخدوا حد من عندك يخش العيش ياخدوه ويمشوا. نضحك على بعض. لا، جاب عبد الله السعيد من قلبهم، وكان معاه احمد فتحي، وجاب ده فريق الطايره كله يا باشا بتاع السادات معظمهم من النادي الاهلي. معظمهم من النادي الاهلي. ده مرتضى منصور. روح بقى يا باشا شوف لك لجنه حلوه ان شاء الله كده زي العسل. سمعا وطاعه. طب اساف ده يا عم خالد جمهور الزمالك ما عنديش مشكله، بس مش جمهور بالكامل. لا انا بتكلم انت بتتكلم على بعض يا باشا. مرتضى منصور ما كانش محتاج انك تنزل مظاهره ان هو ما بيقبلش ده وبيحب دولته، واحنا هو رفض اكتر من مره. وانا كده وانت طبيعتنا كده نحب بلدنا. مرتضى منصور مش عايزك تشتم، مرتضى منصور مش عايز تقل ادبك على حد. مرتضى منصور عايز منك كلمه يا اخي، سبحان الله، قال لك كده تاخد خيرا او تصمت. يعني تقول كلمه حلوه في حق النادي وتفهم وتتكلم كويس على النادي او تدعم النادي بكلمه كويسه، يا تسكت. انما انا ده عمال يشتم وده عمال يشتم. واسمع يا باشا في الاخر بقول لك هو قدام التخين وخلي ظهر فيهم يطلع يكلمني، كله عشان الدولارات، كله عشان الاعلان لما يجي على الفيديو، كله كده فلوس، كلها فلوس. يبيعوا الزمالك وابوه عشان الفلوس. سيبك من كلام الهجص دوت. الزملكاويه بيشتغلوكم وبيشتغلوا الجمهور وبيضحكوا عليه وبيضللوا، يا ريتهم حتى بيساووا فلوس بنصب على الجمهور، بس في نفس الوقت ايه؟ بيقول كلمه حق. لا يا باشا، بنصبوا على الزمالك، بنصبوا على الجمهور وبيضللوه وبيقولوا كلام غلط. المهم الاعلان يجي والمشاهدات والراجل يبعت لك على الفيزا في حسابك النهارده كام دولار. اسم مرتضى بيجيب مشاهدات. صح. قول لك ازاي؟ من الاخر يا جماعه، الدوله عايزه رئيس مسيس يقول له شمال يمين، ولا باشا هي عايزه. اسمعني يا باشا، اسمعني بقول لك عليه يا عم. انا اللي بقول لك. اسمعني يا محمد، لو الزمالك فيه هنا في مصر 30 مليون واحد زملكاوي ماشي، وكلك واقفين داعمين لرئيس ناديهم، ما حدش يقدر يقرب يا باشا. عندنا في البلد بيقول لك اللي يقول لمراته يا عوره يلعبوا بقى الكوره، انت اللي هاين نفسك وانت اللي مسهل. ما انت ليه؟ مجلس اداره. انا اقول لك ليه؟ اقول لك الدوله برضه ليه؟ اقول لك السبب. الاعلام كله مين بتملكه؟ الدوله. اللي الزملكاوي اللي مش هيطلع يهاجم نادي الزمالك كان حازم امام، ايمن يونس، فاروق جعفر، حسن شحاته، اي حد. ما تهاجمش الزمالك بره، تهاجم الزمالك تشتغل. عشان كده رموز نادي الزمالك بتشتغل ضدك. يبقى ايه؟ يبقى كله بيطاطي لمنظومه كلها فلكيه ماشيه في اطار النادي الاهلي. وده اللي بقولته وهفضل اقوله وهعيده. ادام مفيش منظومه صح في البلد ومفيش عدل مفيش كوره. انت يا باشا ترتيبك عالميا مفيش، بقيت زيرو، بقيت فاشل في جميع الالعاب. ليه؟ لان انت بتجري ورا قطب واحد. الاهلي كلام مطاع، لا ان الزمالك طلع هدوا، الاسماعيلي طلع لا هدوا. ليه؟ عشان يفضل الاهلي، عشان الننوس يفضل على القمه، عشان للاسف مسكن عملات الدوله اللي هي بتقول على جمهور الاهلي هو قطيع من الرعاع، ما فيهوش حاجه في الكوره. هو عايز يخلي الجمهور يطلع من على القهوه يبقى مبسوط. ايه؟ الاهلي كسب النهارده بس خلاص، ده مسكن، يجيب له بطولات اونطه، يصرف عليه اونطه. دي المنظومه اللي هي ماشيه فيها، وهتفضل المنظومه دي كده. يبقى لازم يجيب رئيس مسيس يسمع الكلام، ما تخش لعيبه من الاهلي، ما تعملش صفقات، ما تنافسش. اديك انا ابقى شحاتك بطوله ولا بطولتين كل كام سنه. هو ده النظام عشان يجي لك واحد ذكر زي مرتضى منصور بيحارب لوحده منظومه كامله، وتيجي الاعلام المضلل او الاعلام المأجور اللي هو شغال ليش لازم نضرب في مرتضى منصور. هم مش عايزينه. انا السبوبه بتاعتي ماشيه طول ما الزمالك واقع، انا بقفش. كل رموز الملاك بتقفش. ازاي؟ انا ضد البطولات. انا اللي منظومه الاهلي ومنظومه الدوله عايزه كده وهتفضل كده.